مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنفرز الكرومب مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة، بتوفر عليكي وقت وبتوفر عليكي كمان المجهود، وأهم من كل ده انتي بتشتريها في وقت بيكون السعر فيها مناسب. النهاردة الطريقة ان شاء الله هتعجبكم، وكمان لما نيجي نشتري الكرومباية في ملاحظة مهمة هنعرفها مع بعض. يلا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. اول حاجة هنا الكرومباية لازم تكون مش ناشفة، تكون يعني من الجزء ده لما تخبطي عليها كده ما تكونش مكتومة. دي بتبقى فيها ورق كتير، وكمان بيبقى الورق بتاعها سهل تخرجيه، ما بيبقاش متكتف جوه بعضه بطريقة آه يعني مش الورقة سليمة او سهلة عليكي. زي ما هنفككها دلوقتي مع بعض. انا كده ابتديت اقطعها ورقة ورقة، لان انا ما بحبش اسلقها. في ناس بتشيل الجزء اللي في النص وبتنزلها في الحلة وبتسحب ورقة ورقة. لا، انا بالنسبة لي الطريقة التانية دي افضل، ان انا بخرجها كل ورقة لوحدها وبسلقها بطريقة زي ما هنشوف دلوقتي. في اضافة هنضيفها ليها اثناء السليق معلقة كمون ومعلقة سكر. والكرنب اللي هنفرزه لازم المية ما تكونش قامت للغلوان، يعني يكون لسه المية هتبتدي تغلي. لان انا مش عايزه اهريه، انا عايزه انزله في الميه واطلعه على طول، علشان ده لسه هيدخل الفريزر وهيقعد وقت فيه. وانك تتلجيه او انك تدخليه الفريزر ده اكيد بيأثر على الورقه بتاعته. فانتي لما تسلقيه مش هتطولي عليه. انا كده كنت بنزلها وبطلعها على طول، ما بتاخدش وقت معايا، ثواني كده بالظبط. بنزلها كده في الميه السخنه وببتدي اطلعها على طول. لو سبتيها لما المية تغلي الورقة هتتهري معاكي ومش هتتحمل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكده على طول مباشرة بنزلها تحت المية الساقعة عشان توقف عملية التسوية. هنا بقى هاخد كل ورقة كده لوحدها، وهبتدي اشيل الجزء الناشف اللي فوق ده. العرق ده صعب مش عايزاه خالص. هبتدي بنفس الطريقة دي كده، بعد طبعا ما شطفته تحت المية الساقعة وخدت ورق كده. هشيل الجزء ده وهبتدي احطه فوق بعضه علشان لما اقطعه يتقطع بصورة منتظمة، ويكون كمان الاحجام بتاعته متساوية وما يكونش مهري يا جماعة. لو طولتي عليه في المية هتخسري، لكن لما تنزليه وتطلعيه على طول ثواني هتبرميها كده بنفس الطريقة، وتبتدي بقى تساوي الجزء اللي فوق ده احنا مش محتاجينه. وتبتدي تقيسي بقى الورقة بتاعتك، عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة، بتقطعيها على الأساس ده. وزي ما قلت لكم ما نطولش عليه في المية. وهنعمله كده لفات كده بالطريقة دي ونكمل بنفس الطريقة. بنضيف الكمون ليه؟ علشان خاطر الكرنب ما يتعبش المعدة. دول انا كنت جهزتهم علشان ما اطولش الفيديو واخليه فيديو سهل عليكم وبسيط. ومعلقة السكر بتدي طعم حلو للورق، يبقى الإضافتين دول مهمين جدا جدا، الكمون والسكر. كده خلاص أنا هعمل باقي الورق كله على نفس الطريقة. عايزة بقى تجيبي اطباق، عايزة تجيبي اكياس، اللي يريحك. أنا هنا علشان مش هطول عليه وهستخدمه على طول. احنا النهاردة يا جماعة يعتبر فاضل شهر على رمضان، ومع بداية شهر رمضان الناس بتستخدم كتير المحاشي وبيكون سعرها غالي. فالتوقيت ده توقيت كويس انك تجيبي الكرنب وتشيليه عندك بنفس الطريقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. هتشيليه كده بنفس الطريقة وهتقفلي عليه الكيس وتحطيه كده فوق بعضه في الفريزر عندك. قعد شهر قعد اكتر هيتحمل لو بنفس الطريقة دي، ولما هتخرجيه هتكون مجهزة الخلطة فهيسهل عليكي وقت ومجهود. الطريقة دي سهلة جدا وبسيطة خالص، هتسهلهولك وهتوفر انك تشتريه في وقت ناس بتبيعه فيه غالي قوي طبعا علشان الشهر الكريم. زي ما احنا شايفين كده هنا هتبتدي تقطعي ال الورقة زي ما انتي عايزة، وهتخرجلك كمان الصوابع بتاعتك هتكون قد بعضها وشكلها مناسب. غير طبعا لما تعمليها بطريقة عشوائية، لا كده دي طريقة منتظمة هتخلصك بسرعة وهتوفر عليكي زي ما قلتلك. يا رب الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حاجة بنزلها.
ويا رب الوصفة تعجبكم. قولوا لي لو انتوا فرستوه ايه الأخبار.